تعالي بقى اقولك ازاي تجددي في بيتك وفي مطبخك بمنتهى السهولة ومن غير ما ميزانية البيت عندك تتأثر. بصراحة انا اتبعت فكرة حلوة جدا ريحتني وخلتني اشتري كل اللي انا محتاجاه للبيت وللمطبخ. تعالوا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. ولو اول مرة بتشوفوني احب اعرفكم بنفسي، انا ياسمين مطر. اكون شاكرة ليكم جدا لو ادعمتوني بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات على الكل، وياريت كمان تعملوا لايك وشير للفيديو. وتعالوا مع بعض كده نشوف المنتجات والحاجات اللي احنا اشتريناها مع بعض، ونشوف الفكرة بتاعتنا النهاردة كانت عبارة عن ايه. طبعا فكرتي اللي انا هقول لكم عليها هي ان انا بدأت كل شهر اشيل جزء معين من مصاريف البيت، اي مبلغ تقدري ان انت تستغني عنه وتشيليه كده على جنب، او تاخديه تجيبي بيه الحاجة اللي انت محتاجاها، وليكن 100 جنيه 200 جنيه 300، يعني على قد ما تقدري وعلى قد ميزانية البيت عندك. حاولي ما تصرفيش كل الفلوس، او حاولي ان انتي تقتصدي منها جزء او تاخدي منها جزء تجيبي بيه حاجة. بصراحة الفكرة دي ريحتني جدا وبدأت ان انا اشتري اي حاجة نفسي فيها. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي انا مش ما اشتريتهاش مرة واحدة. الحاجات دي انا جبتها على اكتر من مرة، ولما كونت كده مجموعة حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو بتاعنا النهاردة. البولات دي يا بنات بولات بورسلين، انا اشتريتها بصراحة كنت محتاجاها جدا في المطبخ علشان كان عندي منها وطبعا اتكسرت. عايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا جدا للشوربة وللخضار. انا جبت هنا 4 لونهم ابيض زي ما انتم شايفين كده، وجبت 6 الوان ليهم يد زي ما انتم شايفين برضو كده. بصراحة شكلهم تحفة جدا، عجبوني قوي قوي. فعملت 6 طقم، جبت كل 2 شكل بعض. تمام. طبعا هنشوف حاجات كتير انا اشتريتها، ولو حابين تستفسروا عن الاسعار يا ريت تسيبولي في التعليقات الحاجه اللي انتم عايزين تعرفوا سعرها. طبعا ده هنا جردل انا جبته للمطبخ، بصراحه كنت بعلق كده في اليد بتاعه الضرفه بتاعه المطبخ كيس، وبحط فيها بواقي الاكل اكياس اي حاجه، لكن كان شكلها بيبقى مش حلو ابدا. فاشتريت ده الجردل ده جردل بلاستيك، وعايزه اقول لكم ان هو مساحته حلوه جدا وواسع من جوه. طبعا هنحط فيه كيس وهنعلقه في ضرفة المطبخ، نحط فيه بقى بواقي الاكل اللي بتفضل عندنا، اي اكياس يعني المخلفات اللي بتطلع مننا في المطبخ، بحيث برضو ان احنا نحافظ على شكل المطبخ عندنا يكون شكله نظيف. تمام. الجردل حلو جدا جدا وفيه منه الوان كتير. جبنا ايه تاني هنا؟ بصوا بقى، جبت حاجة حلوة قوي قوي. جبت هنا كاتل بايركس، مع ان انا عندي في المطبخ 2 كاتل والله، واحد جرانيت وواحد استانلس، لكن بصراحة عجبني قوي شكل البايركس دوت. تحسوا كده ان الازاز بتاعه صافي قوي ونقي. زائد ان الكاتل كمان فيه شريط من الليد يا بنات، بيعمل اضاءة لونها ازرق. بصراحة شكله تحفة جدا لما بتستعمليه في المطبخ كده وتكوني مهدية الإضاءة بتاعة المطبخ أو طافية النور، بتلاقي الكاتل ده كله منور لونه أزرق، شكله حلو قوي قوي. بصراحة أنا كنت جربته وعجبني جدا. جبنا هنا كمان كوبايات للشاي، واحنا عارفين ان كوبايات الشاي من الحاجات اللي بتستهلك بسرعة عندنا في المطبخ، طبعا بحكم انهم دايما بيتكسروا، خصوصا لو في اطفال في البيت. ربنا ما يحرمنا من اولادنا ابدا يا رب. جبت 6 وناوية ان شاء الله ان انا اجيب تاني، لكن جبت 6 كده الاول. كنت دولي اول حاجة اشتريتهم 6 كوبايات شاي ومعاهم 6 كوبايات عصير. تمام. هنشوف بقى دلوقتي هما كاسات للعصير مش كوبايات. بصراحة عجبوني جدا جدا اول ما دخلت المحل وشفتهم، لكن الاول هنشوف ايه هنا. طيب دي هنا اطباق، دول كانوا 4 اطباق، انا اخدت واحد منهم واستعملته. وعايزه اقول لكم دول كانوا اخر 4 اطباق في المحل، فالراجل عمل لي عليهم خصم. بصراحه شكلهم حلو جدا. دول بقى للكيك جاتو، يعني اي حاجات خفيفه كده تقدري تستعمليها فيهم. جبت هنا كمان عصيان للشيش طاووق، ممكن تعملي فيهم كفتة عادي او اي حاجة انت حباها. بصراحة انا مش بستغنى عنهم في المطبخ. جبت هنا بقى دي الكاسات اللي انا قلت لكم عليها، بصراحة شكلهم تحفة بجد يعني. اول ما دخلت كده وشفتهم عجبتني ميتهم قوي وعجبتني النقشة بتاعتهم بصراحة. بصوا يعني حاجة شيك جدا، وعايزة اقول لكم كمان ان الاسعار حلوة مش غالية. بصوا جميل.
ان شاء الله ناوية كمان اجيب عليه كمان طقم برضو، يعني برضو الحاجات دي هتنفعني في رمضان. تمام. كوبايات للعصير او كاسات للعصير هتبقى حلوة جدا في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا ربي، رمضان على الابواب، بعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أمة محمد أجمعين. هنا دي صينية كمان أنا جبتها، بصوا هي خشابي كده، عجبني شكلها قوي قوي. تنفع معانا للبيتزا أو للفطاير، وممكن كمان تطلع عليها عيش، مفيش أي مشكلة، يعني ممكن تستخدمها كصينية. شكلها شيك جدا، وممكن تعمل كمان ديكور شكله حلو قوي في المطبخ. هنبقى نرتب بقى كل الحاجات دي كده، وهبقى برضو اعمل لكم فيديو بالحاجات بعد ما رتبتها كده ونظمتها في المطبخ. تمام. انا بصراحة ناوية اقلب المطبخ تماما. عايزة اقول لكم بقى جبت كمان السلة دي تحفة جدا، جبتها عندي لأوضة النوم، احطها كده جنب السرير. طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى فيه اكياس شيبسي، بسكوتات، شوكولاتات، حاجات دي. طبعا هنحط فيها كيس برضو، وهبدأ ان انا احطها جنب السرير عندي. وطبعا اي اكياس زي ما قلت لكم احطها فيها، شكلها حلو قوي، عجباني بصراحة، لعبت بيها كتير. تمام. حاجات بسيطة جدا لكن هتفرق معانا. جبت هنا كمان دي صواني تركي، بصراحة عجبتني الخامة بتاعتها جدا، خامتها تحفة، الالوان بتاعتها في منتهى الروعة، كان في منها تقريبا كل الالوان. لكن انا بصراحة بحب اللبني وبحب اللون البامبا، يعني اللونين دول اول لما بشوفهم في اي حاجة بشتريهم على طول. طبعا صينية كبيرة والصينية التانية مقاس اصغر شوية، كبيرة هنا البامبا والاصغر اللبني. تمام. مقاسين، يعني دول المقاسين اللي ورا بعض، حلوين جدا. وطبعا الصواني الصغيرة دي احنا ما بنستغناش عنها خالص في المطبخ. تمام. انا كان عندي لكن برضو اتكسر منهم اكتر من صينية، عشان كده حبيت ان انا اشتري، لكن ما كانتش نفس النوعية دي. عايزة اقول لكم النوعية دي حلوة جدا، ولو وقعت منك في القصر اسفة، لو وقعت منك في الارض مش هتتكسر، خامتها تحفة جدا. تمام. معانا ايه تاني؟ معايا هنا دي مساحة للازاز وللرخامة بتاعة المطبخ، بغسل بيها الرخامة كده وابدأ ان انا اسحب بيها. حلوة جدا. دي هنا فرشة برضو لغسيل البلاط وغسيل السجاد، نوعيتها حلوة قوي. طبعا وانا بشتريها جبت احسن حاجة، المفروض اللي هو التركي. تمام. بصراحة حلوة وعملية جدا، وان شاء الله هنبقى نستخدمها مع بعض. وعايزة اغسل سجاد البيت كله والله العظيم، بس مستنية لما الجو يدفي شوية وهبدأ بقى اغسل بيها، وابقى اعمل لكم برضو فيديو نشوفها كده عملية ولا لا. انا شايفة ان هي عملية وكويسة جدا. دي بقى هنا كل المنتجات اللي انا اشتريتها. تمام. زي ما قلت لكم جبتها على كام مرة، مش على مرة واحدة. فرحانة بيهم جدا جدا، وناوية استمر في الفكرة ان شاء الله. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم قوي، واقول لكم مع الف سلامة، باي باي.